مع بداية رمضان تبدأ بداية جديدة. إذا تبغى تتخلص من شخصيتك القديمة أو من علاقة سامة أو من عادة سيئة، فهذا الشهر هو أفضل شهر للتغيير. رمضان مو بس شهر الله وضعه للصيام، لكن هو فرصة ذهبية لتنظيف القلب قبل المعدة، هو فرصة لمحاسبة النفس قبل نهاية العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني البيئة كلها مهيئة لك، كل شيء حولك راح يساعد. هذا الشهر حرفيا جاك عشان تسوي إعادة ضبط مصنع لنفسك كلها. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل الخلطة بتاعة العربيات، بجد وهمية، هتعجبكم جدا، هتكفينا الشهر كله. مش هتحطوا بقى توابل ولا تفتحوا 100 برطمان عشان تعملوا الخلطة بتاعة الفول. هتجيبوا كوباية من الزيت، طبعا هو يفضل ان هي تتعمل، هتبقى احلى كتير بالزيت الحار، بس انا ما كانش عندي، عادي جدا، زيت ذرة، زيت عباد شمس، مفيش اي مشكلة خالص، مفيش حاجة توقفنا. هنحط كوباية من الزيت، عايزين تقسموا الكمية مفيش اي مشكلة خالص. حطيت كوباية من الزيت وعليها ربع كوباية من الطحينة، عادي جدا. حطيت بقى معلقة صغيرة من بابريكا، معلقة صغيرة شطة، لو حابين، مش حابين شيلوها واستبعدوها. معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، معلقة صغنونة او ربع معلقة من الفلفل الاسمر، ومعلقتين 3 من الخل، وكمان عصير ليمونة كاملة أو ليمونتين. وهنقلب بقى الخلطة كويس جدا، ونقلبها في ازازة كده، وكل ما نيجي نستعملها نقلبها، ولا بتتحط في التلاجة ولا اي حاجة، بتسيبيها كده جنب التوابل وجنب الزيت والحاجة على الرخامة، ما بيجرالهاش اي حاجة خالص. وصفة خطيرة اهي، بستعملها، طعمها مظبوط. ملح طبعا، اوعوا تنسوا الملح يا جماعة، ملح، كزبرة، كمون، شطة، بابريكا. ده كان سحور امبارح، شوية بطاطس محمرة كده وشوية سمبوسة، ومعاهم طبق الفول القمر. في الفيديو ده نعمل وصفتين حلوين، حلويات يعني، هتبقى خطيرة وسهلين جدا. دي فكرة حلوة للسمبوسة، هنلفها رول كده ونقفلها بالصمغ اللي بنعمله طبعا، اللي هو معلقة دقيق ومعلقة مية، ونقلبهم مع بعض ونقفل بيهم السمبوسة. ممكن نشيلها في الفريزر، نطلعها على الزيت، بعد كده نحطها في العسل الشربات، هتطلع وصفة خطيرة وسهلة وسريعة. نيجي بقى لوصفة جميلة أصيلة خطيرة، وهتدفينا في الشتاء اللي احنا فيه ده، وصفة أم علي. والأول مرة بعملها بالكروسو، كان عندي كروسو كده بايت بقاله فترة، فمش عارفة أعمل بيه ايه، ومحدش طبعا هياكله. جيت بقى رحت مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بقى ولعت الفرن طبعا. ولو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش لايك واشتراك وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد. هنا كل الفتافيت دي حتى مش هرميها، هحطها في طاجن. جبت طاجن من غير ما ادهنه ولا اي حاجه خالص، ولعت الفرن، بس اهم حاجه يسخن حلو. هدخل بس دول ياخدوا كده تحميصه حلوه 5 دقايق، ونخلي بالنا طبعا عشان ما يتحرقوش. جبت بقى معلقه من السمنه البلدي، واحط عليها معلقتين 3 من السكر. والسكر ده طبعا حسب الرغبة، عايزة تحطي معلقة واحدة، عايزة تحطي 4 معالق، براحتكم خالص، حسب السكر اللي انتوا بتحبوه. سخنت بقى لبن كده، كان لسه مغلي، لبن بلدي، رحت حاطة منه كوبايتين من اللبن السخن، وقلبتهم بقى مع بعض، ادوب السكر مع السمنة. وطبعا رشة الفانيليا مهمة جدا في الوصفة دي وفي اي وصفة حلوة، بجد خطيرة جدا، وبتدي نكهة للحلويات تحفة. نيجي بقى هنا نشوف نحط ايه. هنا حطينا طبعا الفانيليا زي ما قلت لكم، مهمة جدا. عايزين بقى حاجة تخلي لي الطاجن ده غني جدا وفاخر من الاخر، هحط ايه؟ هحط معلقتين من كريم الجانتيه، بجد هيخليها لي في حتة تانية خالص، وهيخلي لون الطاجن في الاخر حلو جدا. هنقلبهم كده عادي، هندوبهم مع اللبن، نقلبهم كويس. عايزين بقى تحطوا لبن بودرة، عايزين تحطوا لبن علب على اللبن البلدي، براحتكم خالص، انتوا ذوقكم. عايزين تحطوا معلقتين قشطة، هيخلوها في حتة تانية وتالتة. عايزين تحطوا زبيب، مكسرات، كل الحاجات دي بتدي تطعيمة وبتعلي من قيمة الغذائية طبعا، وبتعلي من قيمة الطاجن نفسه. طبعا زي ما انتوا عارفين بحب اعمل الحلو قبل الحادق، يعني بدخل المطبخ الاقيه كده نضيف شوية، اروح عاملة الحاجة الحلوة اللي هناكلها بعد الفطار، وبعدين ابتدي بقى في الغدا. الغدا النهاردة سهل وسريع. هنا برضو حطيت شوية من جوز الهند، ادوها ميكس وطعم تحفة جدا. حط شوية بقى من الزبيب، شوية من العين جمل، سوداني، اي مكسرات ممكن تحطوها في الوصفة دي هتبقى خطيرة.
هيبقى طاجن بقى فاخر، وبسويه بقى نص تسوية. وبعدين بقى احنا بنحب الحاجات اللي زي كده تكون سخنة شوية. فانا وانا مشغلة الفرن كده في المطبخ اروح مدخلاه مدياله بس تشميعة يتشمع حلو جدا، واسيبه بقى على اللون النهائي عشان احنا بنحب الحاجات دي تبقى سخنة كده بتدفينا بالليل بعد الفطور. فانا هديله نص تسوية وهطفي عليه، وبعدين بقى اولع عليه تاني ساعة الاكل. وده شكله النهائي، اديته لون طبعا عشان اوريكم الشكل النهائي. ونبدأ بقى في الوصفة بتاعة الفطار. فطارنا النهاردة سهل جدا، هو ايه؟ هو بيكاتا. ودي اسهل اكلة ممكن افكر اعملها لما بكون محتارة. كل حاجة بانيه ومكرونة، لا ما بنعملش بانيه ومكرونة الا فين وفين، فلازم نجدد. ده بانيه متبل بصل فلفل ملح فلفل اسمر، واديتهم تقليبه كده، واديتهم سنه بهارات، متبلهم تتبيله البانيه. اطلعهم بقى اعملهم شاورما، اعملهم بيكاتا، هيمشوا معايا في كل الوصفات. هنا حطيت معلقه زبده معلقه زيت، واديتهم تشميعه حلوه جدا. وبعدين بعد ما اخدوا اللون الجولد البسيط اللي انتوا شايفينه ده، وسعت كده مكان في النص، نزلت بمعلقه صغيره من الثوم المهروس. وبعدين كان عندي مشروم في الفريزر فطلعته، كنت عاملاه بالزبدة برضو وشايلاه في الفريزر. هنا بقى حطيت نص مكعب مرق او مكعب كامل على حسب بقى كمية الاكل اللي انتي عاملاه. بس بجد هتدي طعيمة حلوة جدا للوصفة دي، مهمة جدا. هنا بقى حطيت المشروم، هو هيستوي دلوقتي وهيظبط نفسه. هو مستوي يعني الصراحة، هو هيفك يعني اقصد، هيفك وهيعمل لي صوص ولون خطير جدا. هنا حطيت فلفل اسمر، حبيت اللون البيكات هيبقى غامق شوية. حطيت كوباية من الشوربة، وحطيت كوبايتين من اللبن، واحط بقى قشطة في الاخر. طبعا عارفين ان القشطة عندي بديل للكريمة اللباني، وحاجة تحفة جدا وخطيرة وما بستغناش عنها ابدا. هحط بقى كبشتين صغيرين كده من مية سلق المكرونة، والمية دي فيها نسبة نشا وبتربط لي الصوص بتاع البيكاتا. طبعا انتوا عارفين حطيت اللبن، حطيت عليه معلقة او معلقتين من الدقيق ودوبتهم كويس، وبعد كده نزلت بيهم على المشروم على الصوص بقى والبهاريز اللي هي موجودة في الوك عندي او الطاسة. وبعدين بقى اديتهم غلوة حلوة. الطعم طبعا اكيد ان شاء الله بامر الله مظبوط، بنحاول نظبط الطعم طبعا من غير ما ندوق. حطيت بقى معلقتين قشطه في الاخر. نزلت بقى بالفراخ اللي عندي بشرايح الفراخ، تاخد بقى غلوه واحده كده قبل المغرب ب5 دقايق. وده بقى كان لون الصوص والطعم، والمشروم كان رائع جدا. ممكن طبعا نعمل جنبيها رز ابيض، ممكن نعمل جنبيها نسلق شويه مكرونه كده بينا اقلام. انا بصراحه ما لقيتش عندي مكرونه اقلام، رحت عامله المكرونه الخواتم الصغيره عادي جدا برضو. ممكن ما نلاقيش مكرونه اقلام عندنا، نعملها باي مكرونه، يعني مش لازم عشان مفيش النوع ده اوقف الوصفه او الوصفه الغيها خالص، لا. فالست المصريه الشاطره هي اللي بتعرف تتصرف وتعمل برضو الاكله اللي ولادها نفسهم فيها بالمكونات الموجوده عندها. هنا برضو حطيت لكل واحد او كل فرد شريحتين من الفراخ، وحطيت عليهم ترانشات ليمون كده سلايز خطيرة برضو بتعمل ميكس حلو. ممكن نحط بقى ورقة ريحان ورقة نعناع، نحاول نزين الطبق كده ونخليه شبيه شوية لأكل المطاعم. بجد مش قادرة اوصفلكوا الحركة دي بتفرق ازاي. ده حتى لو أكل بايت حطيتيه في طبق نضيف وطبق حلو وزوقتيه كده وزينتيه وحطيتيله شوية سلطة كده. ده طبعا الملفوف الأحمر كنا عاملينه مع بعض قبل رمضان، بجد وصفة خطيرة. شوية ملفوف عليهم شوية ملح، قطعتهم كده الملفوف بطرنشات رفيعة، سبتهم 5 أيام برا التلاجة، وبعدين حفظتهم في التلاجة. ده مفيد جدا للمعدة ومفيد جدا للبشرة وكل حاجة. هنا بقى طلعت منه شوية كده. طبعا في أفخم المطاعم بيعملوا كده، يحطوا قطعة اللحمة الستيك وفوقيها أو جنبيها شوية من الملفوف ده. مش ناس كتير عارفاه، مش ناس كتير عارفة الوصفة دي وبتقول لا ما عملهاش هتبوظ مني. هو بجد حاجة فيها بكتيريا نافعة ومهمة جدا لجسمنا وصحتنا. هنا بقى طلعت منها شوية وحطيتهم على جنب كده عشان الطبق يبقى كامل متكامل فيه كل العناصر الغذائية. احط بقى معلقتين مكرونة في كل طبق، لكل فرد بقى يبقى ده طبقه. بجد الاكل النهاردة كان خطير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد. مع بداية رمضان تبدأ بداية جديدة. إذا تبغى تتخلص من شخصيتك القديمة
أو من علاقة سامة أو من عادة سيئة، فهذا الشهر هو أفضل شهر للتغيير. رمضان مو بس شهر الله وضعه للصيام، لكن هو فرصة ذهبية لتنظيف القلب قبل المعدة، هو فرصة لمحاسبة النفس قبل نهاية العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني البيئة كلها مهيئة لك، كل شيء حولك راح يساعد. هذا الشهر حرفيا جاك عشان تسوي إعادة ضبط مصنع لنفسك كلها.